روح وقت الغسيل ما شاء الله، والحين جاهزة على التسليم. يلا على البركة على البركة على البركة، على البركة الموتر على البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيا الوحش، البرنسيسة هذه ما شاء الله تبارك الله، الجي تي 53 2020. طبعا الحمد لله الله سلمه وسلامتكم بالدنيا كلها. الموتر هذا بتشوفون لما يتصلح زين، هذا كله ترى رافق بويضات بهدلنا على ما دخلناه داخل. عاش. طبعا الكفر ما يلف الجهتين مع بعض لانه مكسور من داخل، فطبعا احنا ركبنا له عندي القواعد الخاصه هذه تركب تحت الكفرات، فهمتوا قصدي؟ عشان اذا في مشكله او ما يلف الكفر اليمين باليسار. والحين بدينا الشغل. الوحش هذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، فك كهرباء كامله. عاش. AMG. الحمد لله تمت عملية الفك بنجاح. كلها مكسرة. ايش ذا يا والحال. الحين نفك الأفياش. لازم دائما الأفياش شوي شوي لما حد يفكها وبهدوء عشان ما تتكسر لا سمح الله. انتبهوا من هالنقطة. شوفوا المكسر. هذا النور فك هنا. طبعا كله مكسر النور، كله مكسر النور. اوكي، حتى القاعدة كلها رايحة. طبعا حتى الكور مقطع، حتى الفلينة مقطوعة. هذين للطيبين، اشتغل فيها بيدي وبقلبي بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله تمت العملية بنجاح. وهذا الحمد لله رب العالمين فرطناها وأغراضها كاملة. عسى الله ييسر ويبارك إن شاء الله يا ميسر. وإن شاء الله لما تخلص بمشيئة الرحمن بوريكم المراحل والشغل حق السيارة هذه الجي تي. أوكي، وبوريكم كيف الشغل المضبوط اللي ما يكون لا سمح الله في سيارات جديدة ملفق ولا ياخذ معجون كثير أو شيء لا سمح الله، والشغل والطريقة الصحيحة حتى مش في الرفرف، في السيارة كاملة بإذن واحد أحد. بالنسبة للبراغي، الأفياش، الكلبسات، ترجيحها مثل وكالة، ما يكون شيء ناقص، ما يكون أحد مسوي أي شغل تلفيق، شغل على قولتهم برغي برغي بخليكم تشوفونه ومراحلها كاملة بمشيئة الرحمن. والحين بدينا نفك الصدام الخلفي.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. دائما شوي شوي بالاسلاك والافياش عشان يكون شغل طيب. اسمه يثلج الصدر. وانا اخوكم عرفت ولا؟ والحين بنسوي التعديل لانه يبغى ديكور الشكمان الاكزوست، اوكي، التبس يكون حق ال 53 مو حق ال 63 اللي هو الدوائر يبغى. فالحين بنسوي شغل التعديل، حاضرين لعيونه عشان اضبط له المخارج حق الشكمان. قوة شغل قوة شغل، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا 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 تركيبة تركيبة ما شاء الله، يعني نسوي تركيبة احنا الحين يعني نجمع كل شيء عسى الله ييسر. كله لعيون الجي تي 53. والله اغراضها كثيرة. عاد تحويل كت كامل ان شاء الله حاضرين. وهلا عم بنوزن الرفرف على السيارة. ايش رايكم في اللغة؟ انفع. دلوقتي احنا بنظبط الرفرف ده ونوزنه مظبوط بقى ان شاء الله، عشان ايه تكون حاجه كويسه موزونه على العربيه. اقول قاعد نركب الرفرف حق الموتر زين ونوزنه ونضبط اموره ان شاء الله. هذا الحمد لله جمعناها. طبعا الزبون يبغانا نشيل اللي هنا شلناها واللي في النص. نشوف شكلها عاد كيف. بنسكره يتسكر كامل، وهذه الشريحة اللي هنا تسكر كامل كل هذا اوكي مع الاطراف اللي هنا. بالصراحة الشكل بطل الحمد لله رب العالمين. امس كان شغل مكثف، سكرنا الفتحات كاملة. لما لغينا الجناح السفلي بالنسبة للصدام الخلفي، طبعا اللي ما شاف الحلقات السابقة يشرفني ويشوفها، لأن ركبنا على السيارة كتست نجرب ونشوف الأمور اوكي. وشلنا الزوايد كاملة اللي هنا على طلب الزبون، وسكرت الفتحات كاملة. طبعا هذا كله بيتصنفر هذا كامل ويترتب أموره كاملة. كان شغل ما شاء الله تبارك الله. وحتى بالنسبة للأغراض حق الصدام الخلفي، تذكرة الهاوسنج حق الشكمان يبغى يسويه، وكل شيء فصلناه الحالة اوكي. لأنه الشغل اللي عندنا كل قطعة الرش لحالها. وتم التعديل على البادي كيت اللي تحويله من جي تي 53 الى جي تي 63 مع شلنا الاضافات وعدلنا بطريقه الزبون اللي يبغاها. جميله جدا ما شاء الله تبارك الله. والان طبعا خلصنا موضوع الرفرف الخلفي، وهذا الاساس البرايمر عليه خلاص. شغل ما شاء الله وكاله على سياره 2021 الله يبارك له فيها ان شاء الله، يستاهل. وعطى غاز وتشوفون عاد لما ايش تخلص السيارة. يستاهل يستاهل. والحين بنجهز الرفرف اللي جبناه طلبية، وتشوف الموتر بعد ما يخلص. الوحش الوحش الجي تي 53 اي ام جي. هذا الحين سوينا سمكرة الرفرف الخلفي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الشغل ده لا صولة يا اخي. ها باقي الصبغ عطى غاز ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شلون لما فصلناها شغل وكالة وشيء راقي ما شاء الله تبارك الله. شوفوا وجهزنا الصدام، حطينا طبعا الاساسات اللي مثل هذا، ورشينا لون السيارة، وبعدين جمعنا عشان ما يحكحك او يصير يعني حكات او مشاكل سكراتش او سمثينج اوكي. كل واحد له طريقة فنية انه كيف يقدر يصبغ. طبعا احنا نفصل كل القطع نصبغها لحالها، بعدين نجمع ونصبغ ونرش بطريقه فنيه بحيث يكون شغل وكاله ولا متجروح ولا في اي مشاكل بمشيئه الرحمن. وهذا الوحش الجي تي 53 الحين جي تي 63 اي ام جي. هذا الحين ركبنا الوجه
مع الاساسات والتربيط، وسكرنا الفتحات كامله. شغل وكاله مصنع يا اخي، مو اي شيء يمسك هنا بعدين بيتكسر. سوينا الحركات، هذا اللايننج اوكي، الشفه اللي ما شاف قبل يخش ويشوف الحلقات. شغل على كيفكم. عطى غاز. عاش الوحش، عاش، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا اخي. نغم، خلى الموتر يخلص يتجمع ويطلع الوانه، وبعدين اعطيه غاز كذا في الشارع. اوريكم الموتر هذا شو يسوي. عطى غاز. عاش الجي تي. الحين اي رفرف اللي سنكرناه ده ولا الجهه الثانيه؟ من اللي حضر الحلقات السابقه؟ واللي ما حضر يا ويله، واللي ما يحط لايك واشتراك والله اطلع له بالليل. الجهه الثانيه اطلع لك من تحت السرير. هذا الرفرف سمكرناه وكاله ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا من اصعب الالوان الشد بلد المطفي. سويناه، ضبطناه، الضربه اللي في الرفرف، غيرنا الرفرف الامامي، سوينا اللون، الكت كامل على الموتور، الاكزوست سيستم. السيارة جاهزة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يستاهل. رجعت وكالة. البادي كيت والاكزوست سيستم. شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نبغى التمسيح الاخير كذا، غسيل على السريع، تصوير على السريع لعيونكم لعشاق الجي تي 63 اي ام جي. اي شيء تبونه بادي كيت اوكي اي ام جي. تصليح الحادث الله يكفيكم الشر، صبغ، تعديل، تنجيد، ميكانيكا، قطع غيار، سيرفس، اكزوست سيستم، دلع ولع. تواصلوا معي على الواتساب وانا حاضر.